إزاي الشركات اللي بتصنع المفاتيح بتضمن إن محدش يقدر يعمل نفس المفتاح بتاعك؟ الموضوع أكبر بكتير مما تتخيل. وإنت ماسك مفتاحك في إيدك يمكن تقول عادي مفتاح وخلاص، بس الحقيقة إن اللي وراه هندسة وأمان وشغل دقيق جدا معمول مخصوص علشان المفتاح ده يبقى بتاعك أنت وبس. وأول حاجة لازم تعرفها إن ولا مفتاح بيتعمل بالعشوائية. كل مفتاح وراه كود محدد الشركات بتستخدمه علشان تحدد النقش اللي بيتقطع على جسم المفتاح، والنقش ده معمول بنسب وارتفاعات معينة. يعني مش موضوع حد بيحط المفتاح على الماكينو ويقول له امشي وخلاص، لا، ده في كود بيقول لكل سن يتقطع قد ايه وينزل قد ايه ويطلع قد ايه. وده معناه ان فرصة ان حد يعمل نفس المفتاح بتاعك بالصدفة شبه مستحيل، لان الماكينو مش بتشتغل باحساس، دي شغاله بارقام دقيقة جدا. وعلشان كده الشركات بتخزن الاكواد دي عندها ومش بتديه لحد غير الوكيل او مركز معتمد. يعني مش اي محل مفاتيح يقدر يعمل نسخه من غير ما يكون مسموح له. وده اللي يدخلنا على النوع التاني من المفاتيح اللي بتزود الأمان أكتر، وهم مفاتيح الهاي سيكيورتي اللي بتلاقي عليها ختم أو علامة غريبة شوية. المفاتيح دي مش بتتنسخ غير ببطاقتها الأصلية اللي بتبقى جاية مع المفتاح. البطاقة دي فيها الكود الأصلي، ومن غيرها حتى لو معاك المفتاح نفسه مش هتقدر تعمل نسخه. وده لأن الشركات عاملوا سيستم مقفول. يعني لو رحت لحد وقال لك أعملهولك من غير بطاقة، اعرف إنك بيضحك عليك، لأن أي مكان محترم مش هيعرف يعمل نسخه أصلاً من غير الكارد. وده غير كمان ان في شركات كبيرة بتسجل تصميم المفتاح بتاعها ببراءة اختراع. يعني حتى لو حد حاول يقلد شكل المفتاح او السنون بتاعته القانون يمنع ده. ومعنى كده ان تصميم المفتاح بتاعك مش بس صعب يتقلد، ده ممنوع يتقلد، وده مستوى امان اعلى بكتير. ولو جينا بقى للمفاتيح الجديدة اللي بقت موجودة في عربيات كتير، الموضوع بقى اكبر من معدن وسنون. بقى في شريحة الكترونية جوه المفتاح اسمها ترانسبوندر. حتى لو حد قلد الشكل من بره، العربية مش هتفتح لأن الشريحة دي ليها كود مميز. العربية بتسأل الشريحة انت مين؟ لو الشريحة ردت بالكود الصح العربية تفتح، لو لا مفتاحك يبقى مجرد قطعة معدن ملهاش لازمة. وده بيخلي موضوع النسخ العشوائي شبه مستحيل. ومن الحاجات اللي ناس كتير مش فاكرينها إن أغلب الشركات بدأت تعتمد على ماكينات قطع المفاتيح اللي بتشتغل بالليزر. دي دقتها عالية جدا وبتقطع أشكال معقدة مش ممكن أي حد ينحتها يدوي. يعني حتى لو حد شاف شكل المفتاح بعينه مش هيعرف يقلده، لأن الماكينو نفسها محتاجه الكود الأصلي، ومن غيره مش هتطلع نفس الشكل مهما حاول. وكل ده غير إن بعض الشركات بقت بتستخدم مفاتيح فيها مجاري داخلية بدل السنون الظهر، ودي بترفع درجة الحماية جدا لأنها أصعب في التقليد، ولو اتكسرت أو اتشوهت شوية حتى الكمبيوتر مش هيقدر يقراها. وفي الآخر قبل ما تفتكر إن المفتاح ده مجرد حاجة بسيطة، افتكر إن وراه تصميم معقد وأمان محكم وعلم كبير معمول علشان يضمن إن محدش يقدر ياخده منك أو يقلده. وإن المفتاح اللي في بقك أو جيبك مش نسخه من مليون، ده نسخه وحده معموله ليك أنت وبس. Free audio post production by alphonic.com